من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. قال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أن الفريق يسعى للمضي إلى أبعد مدى في كأس الأمم الإفريقية على أمل الظفر بثاني لقب قاري للمغرب. وكذا في مقابلة بثتها قناة CNN الأمريكية الأهمية التي يوليها المغرب لكأس الأمم الإفريقية. وقال في مركز التكوين بمركب محمد السادس لكرة القدم: يوجد صورة للمنتخب الوطني المغربي الذي كان آخر من فاز بكأس إفريقيا عام 1976. كل يوم عندما يحضر اللاعبون إلى هنا ينظرون إلى هذه الصورة التي تلهمهم. وأشار الركراكي الذي حصل على جائزة أفضل مدرب إفريقي أن المغرب يجب أن يتأهل بشكل منتظم لكأس العالم، ولم يستبعد أن يفوز منتخب إفريقي يوما ما بكأس العالم. وسيلاقي المنتخب المغربي في الدور الثمن النهائي نظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء المقبل.